مرحبا بكم في سلسلة الخروج عن المألوف. اليوم في حلقتنا الأولى سنعرف هل حقا البصل يساعد في تحسين النظر وغسل العيون. وهذا الخبر شائع جدا عند معظم الناس القدامى والذي توارثناه جيلا بعد جيل. أول شيء لنجيب على السؤال وهو لا، فمشاهدة البصل لا تحسن النظر، وهذه المعلومة ليست صحيحة 100% من الناحية العلمية والطبية. صحيح أن البصل مفيد للصحة لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين سي، وقد يساعد في تقوية المناعة، لكن مشاهدته فقط أي النظر إليه أثناء التقطيع أو مشاهدته فقط دون أكله أو استخدامه بشكل طبي لا يؤثر على النظر إطلاقا. لا توجد أي دراسة علمية موثقة تقول إن النظر إلى البصل وهو يتقطع أو مشاهدته يحسن البصر أو يساعد على تنظيف العين. صحيح أن مشاهدة البصل لا تحسن النظر، إلا أن التحديق في البصل خصوصا أثناء تقشيره أو تقطيعه يسبب ألما ودموعا في العين، وهذا أمر معروف وشائع جدا. لماذا يحدث ذلك؟ عند تقطيع البصل تنبعث منه مواد كبريتية تسمى الأنزيمات الكبريتية، وهي تتفاعل مع الهواء وتتحول إلى غاز مهيج يلامس سطح العين، ورد فعل العين الطبيعي هو إفراز الدموع لمحاولة طرح المادة المهيجة والشعور بحرقة أو ألم مؤقت. هل هذا مفيد للعين حقا؟ لا، فالدموع التي تفرز عند تقطيع البصل ليست علاجية، بل هي ردة فعل دفاعية مؤقتة. لا يوجد دليل على أن هذا يحسن النظر أو يقويه، وهذا قد يسبب جفافا مؤقتا أو تهيجا إذا تكرر بكثرة أو في بيئة مغلقة. وهنا قد حسنا معتقدا خاطئا بنيناه منذ أجيال قديمة.